عمرك حسيت ان ارادتك ضعفت فجأة؟ زي انك تبدأ دايت او رياضة وتتحمس اول اسبوع وبعدين تهبط وتسيب كل حاجة. اعمل لايك واشترك في القناة وتعالى نشوف الكاتب قال ايه عن سر قوة الارادة، والعلم بيقول ايه عنها، وازاي تدرب نفسك وتخليها اقوى من اي وقت فات. هو العلم بيقول ايه فعلا عن قوة الارادة وطبيعتها؟ لما الواحد بيتعرض لضغوطات شديدة ومتكررة طبيعي ان يومين ياخد قرارات غلط او يعمل تصرفات مش صح. يعني مثلا وقت الضغط الشديد ممكن ناس كتير ترجع لعادات سيئة ادمنوها قبل كده، زي ان يشرب سجاير مثلا، او يعوضوا الضغط ده بالاكل الكتير او اي حاجة تانية مضرة. تيجي تسأل نفسك هو ليه ده بيحصل؟ العلم بيقول ان الضغط النفسي بيدفع جسمك لحالة اسمها الفايت اور فلايت مود، يعني يا تهرب يا تواجه. وقتها جسمك بيحس انه في خطر، والدم بيبدأ يروح بكمية اقل للمكان المسؤول عن التفكير العميق واتخاذ القرارات في المخ، البروفونتال كورتكس اللي هو القشرة الجبهية الأمامية. وفي المقابل بيزيد تدفق الدم ناحية الأميجدالا اللي هي اللوزة الدماغية، ودي بتتعامل مع الخطر والخوف. والنتيجة إنك تبقى دايما حاسس بخطر، مش قادر تفكر بهدوء، وتروح ترجع لعادات غلط أو تسيب الحاجات المهمة هروبا من المواجهة اللي مخك شايفها مخيفة. لكن في نوع تاني من الناس بيحاولوا يقاوموا الشعور ده ويكملوا إن هم يعملوا الحاجات المهمة، بس خلي بالك إن ده بيستنزف قوة الإرادة عندهم. ليه؟ لأن قوة الإرادة في الآخر محدودة، زي العضلة بالظبط، ليها طاقة معينة، لو ضغطت عليها زيادة عن اللزوم بتوصل لمرحلة مش قادر تسيطر عليها. وبرغم كده زي العضلات زي ما قلنا من شوية، قوة الإرادة ممكن تتمرن وتقوى وتتبني. في عالم نفسي أمريكي مشهور اسمه روي بومستر، وده واحد من رواد دراسة قوة الإرادة. عنده نظرية معروفة جدا اسمها الإيجو ديبليشن، أو اللي ممكن نترجمها لاستهلاك الأنا. الراجل ده بيقول إن مقاومة القرارات الاندفاعية ومقاومة الضغوط النفسية بتحتاج طاقة، ولما مخزون الطاقة ده بيقل قدرتنا على إننا نفضل حازمين وثابتين بتبقى صعبة، لحد ما ناخد شوية راحة ونرجع نعيد شحن نفسنا. الكلام ده مش مجرد رأي، ده مدعوم بالدراسات. وفي سنة 1998 بومستر عمل تجربة مشهورة قسم فيها الناس لمجموعتين علشان يحلوا بازل صعب، وحطوا قدامهم طبق كوكيز. المجموعة الأولى قالوا لهم هتقاوموا الكوكيز وتاكلوا فجل بس، والمجموعة التانية قالوا لهم براحتكم كلوا كوكيز زي ما انتوا عايزين. ايه اللي حصل؟ الناس اللي اتطلب منهم يقاوموا الكوكيز ويكتفوا بالفجل استسلموا بعد 8 دقايق بس، لكن المجموعة اللي أكلت الكوكيز قعدوا 19 دقيقة يحاولوا يحلوا البازل. وده معناه إن الممنوع مرغوب، والمقاومة المستمرة بتستنزف الإرادة بسرعة. وفي سنة 2010 اتعملت دراسة أمريكية على مجموعة من المتسوقين الفقراء. الناس دي كان مطلوب منهم ياخدوا قرارات صعبة عن إيه يقدروا يشتروه وإيه لأ، والنتيجة كانوا أكتر عرضة إنهم ياكلوا وجبات غير صحية وهم بيتسوقوا. الخلاصة قوة الإرادة بالظبط زي العضلة، كل مرة تقاوم فيها إغراء أو تضغط على نفسك تكمل رغم الإحباط، أو تحاول تتكيف مع الضغوط، أنت كده بتستنزفها. لكن زي العضلة برضو ممكن تدربها وتقويها مع الوقت، ما تجيش على نفسك يعني. خلينا دلوقتي نتكلم عن نقطة مهمة جدا، وهي ازاي نحافظ على قوة الإرادة وندربها. أول حاجة الإيمان بقدراتك. في دراسة انتشرت سنة 2010 من جامعة ستانفورد كانوا بيبحثوا في مبدأ الإيجو ديبليشن أو استهلاك الأنا. التجربة كانت إنهم بيقولوا لمجموعة من الناس إن قوة الإرادة محدودة، ولما الناس دي صدقت الكلام ده فعلا ظهر عليهم ضعف الإرادة. لكن المجموعة التانية محدش قال لها حاجة عن الموضوع ده، والنتيجة إنهم أظهروا إرادة أكتر وصمود أطول. العالم الأمريكي روي موستر علق على الدراسة دي وقال الكلام ده ممكن ينفع مع الناس اللي ضغوطهم قليلة أو درجة الاستنزاف عندهم بسيطة، لكن اللي بيتعرضوا لضغوط شديدة واستنزاف كبير دول لازم ياخدوا راحة قبل ما يقدموا على تغيرات كبيرة. هو شايف إن الفكرة دي تنفع بس لو الضغط مش عالي أو أوفر. والكاتب بيقول إن رأيه الشخصي إن الموضوع محتاج تفصيل، يعني هو مؤمن فعلا بمبدأ محدودية القدرة البشرية، وإننا ساعات بنبالغ في تقدير قوتنا ونضغط نفسنا فوق طاقتنا، والنتيجة إحباط ويأس. لكن في نفس الوقت في ناس بتفهم الكلام ده غلط وتخليها حجة دايما للكسل والتقصير. الحقيقة إن الدراسات بتقول إن العقل البشري مرن، لما تحط لنفسك تحديات صغيرة وتعديها بتكبر وبتنضج وبتاخد مرونة أكتر. يعني فعلا قوة الإرادة محدودة، وكل ما الضغط يزيد إرادتك بتقل. لكن لو حولت المهام لتحديات صغيرة وقسمتها، وكل ما تنجز تحدي تنتقل للي بعده، وده هيبني عندك قوة وصبر. والموضوع كمان بيخليك ترتب أولوياتك، مش علشان قوة إرادتك محدودة تبقى تستسلم أو تقول أنا ضعيف. لأ، ابدأ دايما بالسهل ثم انتقل إلى الممكن، هتلاقي نفسك بتحقق المستحيل. وركز على حاجة أو اتنين بس،
احنا كبشر عندنا جوانب كتير محتاجة إصلاح، لكن وقتنا وطاقتنا محدودين. فالحل إنك تصلح جانب وتستنى لحد لما يبقى مستقر وسهل عليك، وبعدين تتنقل للي بعده، وتفضل ماشي على كده. طول ما انت في طريق إصلاح نفسك انت على خير، حتى لو اتأخرت. المهم انك ما تسيبش الطريق. تاني حاجة التدريب. في دراسة انتشرت برضو سنة 2010 لعالم النفس مارك مورفين. الدراسة دي كانت على ناس عايزين يبطلوا تدخين. اكتشف ان اللي قضوا اسبوعين بيتدربوا على افعال صغيرة لكن منتظمة في ضبط النفس وتقوية الإرادة كانوا انجح بكتير في الاقلاع عن التدخين من اللي ما عملوش ده. الفكرة ببساطة انك مجرد ما تتمرن على افعال بسيطة يوميا وتتحكم في نفسك فيها، ده بيقوي عضلة الإرادة زي ما بتتمرن في الجيم بالظبط. كل مرة بتزود وزن. النقطة الثالثة تحافظ على أوقات للهدوء والسكينة. الضغط النفسي والتوتر من أكتر الحاجات اللي بتستنزف قوة إرادتك وتضعفك بسرعة. فلو عايز تحافظ على إرادتك لازم تخلق لنفسك مساحات هدوء، وقت تقعد فيه مع نفسك في سكون، تتأمل، تفتكر ربنا عز وجل، تبص للسما وتسرح شوية، والأهم تسيب أفكارك تيجي وتروح من غير ما تحكم عليها. اللحظات دي بتعمل إعادة شحن، بتديك سلام داخلي، وده بيساعدك تحافظ على إرادتك أطول وقت ممكن. من أكتر المحفزات اللي بتضعف التحكم في النفس، وده مش كلام مرسل، ده حسب دراسة أمريكية اتعملت سنة 2011. أول حاجة المزاج السيء. في الأوقات اللي بنكون فيها متضايقين أو مكتئبين بنميل إننا نتخيل إن مفيش فايدة من أي حاجة. بنسأل نفسنا هو إيه الفايدة من كل التعب والمقاومة دي؟ وفي اللحظة دي دفاعاتنا بتنهار وبنفقد السيطرة على نفسنا. تاني حاجة التساهل البسيط. مثال بسيط، شاب بطل تدخين 40 يوم كاملين، فجأة في يوم قال لنفسه يا عم دي سيجارة واحدة مش هتضرني. السيجارة الواحدة مش هتضرك بشكل مباشر، لكن هتضر إرادتك جدا وهتضعفها. بس ده مش معناه إنك رجعت للصفر. علشان ما تيأس، إنما لازم تاخد بالك إنك ما تتساهلش. دايما افتكر هدفك اللي علشانه تعبت وجاهدت. تالت حاجة الصحبة. خلينا برضو ناخد مثال التدخين. كام شاب قدر يبطل التدخين شهور طويلة وبعدين قعد وسط صحاب بيدخنوا، ما قدرش يقاوم ورجع تاني. الإنسان يا جماعة بيتعلم بالمشاهدة، وحتى من غير ما تاخد بالك وجودك مع صحبة معينة بيأثر فيك بشكل حتمي. وده بالظبط اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال عليه المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الخلاصة والشاهد هنا في المواقف دي كلها، سواء كان مزاجك سيء أو لحظة تساهل أو تأثير الصحبة، لازم تسأل نفسك أنا ليه بدأت التحدي أصلا؟ وتفتكر كل اللي عملته علشان توصل للمرحلة دي. تفكر نفسك إن المتعة اللي قدامك دي مؤقتة، هتريحك لحظة لكن هتتعبك كتير بعد كده. وساعتها لازم تصبر وتستحمل لحد ما تعدي اللحظة الصعبة دي، وبعدها هتفتخر بنفسك جدا واللي حققته من إنجاز. والكلام ده كله هياخدنا لحاجة مهمة جدا، وهي مواجهة العادات أو بناء عادات جديدة وقوة الإرادة. أكيد شايفين ناس كتير تعرفهم بدأوا يمشوا على نظام غذائي معين، أو قرروا يروحوا الجيم ويلعبوا رياضة، وكانوا متحمسين جدا، مقبلين ومشغلين نفسهم حماس فوق العادة، لكن بعد كام يوم استسلموا ووقفوا كل حاجة كانوا بيعملوها. السؤال هنا هو حصل معاك قبل كده؟ وليه بيحصل كده أصلا؟ الحقيقة إن من أكتر الحاجات اللي بتستنزف قوة إرادتك هي مقاومتك لعادات قديمة، خصوصا لما الضغوطات تتراكم عليك، أو حتى لما تيجي تبني عادة جديدة. زي ما قلنا قبل كده إن قوة إرادتك محدودة، وأي عادة في بدايتها، سواء عادة جديدة بتحاول تبنيها أو عادة قديمة بتحاول تهدمها، بتكون صعبة جدا. لكن مع الوقت لما بتتعود عليها بتبقى سهلة وما بقتش تستنزف من رصيد طاقتك. المشكلة فين بقى؟ في أوقات الرخاء لما الدنيا ماشية تمام، معظم الناس بيعتقدوا إن عندهم القدرة إنهم يبنوا عادات جديدة أو يواجهوا عادات قديمة أو يحققوا أهداف، وبالفعل بيقدروا يوصلوا للي عايزينه. لكن وقت الضغط والتوتر هنا بتيجي الكارثة. ليه؟ لأن هرمونات التوتر بتستنزف طاقتك وبتأثر على طريقة تفكيرك. في دراسة اتعملت سنة 2012 في ألمانيا على 69 شخص. الباحثين قسموهم لمجموعتين. المجموعة الأولى حقنوهم بدواء وهمي ملوش أي تأثير معروف، والمجموعة التانية حقنوهم بهرمونات التوتر. بعد كده دخلوا المجموعتين يشاركوا في اختبارات، ولو نجحوا فيها ياخدوا مكافأة. وفي نفس الوقت عملوا مسح للمخ لناس المشاركين في المسابقة. ايه بقى اللي لقوه؟ المجموعة اللي أخدت دواء وهمي ظهر عندها نشاط صحي في منطقة المخ المسؤول عن التفكير والتخطيط واتخاذات القرارات المنظمة. لكن المجموعة اللي أخدت هرمونات التوتر أظهرت خمول في الجزء ده المسؤول عن التفكير واتخاذ القرارات. الموضوع ده معناه إيه؟
معناه إن في أوقات الضغط النفسي والتوتر تركيزك على الحاجات المعقدة زي التفكير المنظم أو بناء عادة جديدة أو حتى مقاومة عادة قديمة بيكون ضعيف جدا. والأسوأ من كده، الجزء المسؤول عن السلوكيات المترسخة عندك زي العادات الإدمانية بيزيد نشاطه، وده بيخلي مقاومتها صعبة جدا. ببساطة جسمك في الوقت ده بيشتغل ضدك. طب إيه الحل بقى؟ يعني في أوقات الضغط إزاي الواحد يقدر يبني عادة جديدة أو يسيب عادة قديمة؟ في شوية خطوات عملية هتساعدك جدا. أول حاجة، قلل اختياراتك. التردد حتى في أبسط التفاصيل بيستنزف طاقتك، علشان كده لازم تقلل اختياراتك لأقل قدر ممكن. على سبيل المثال، هتحدد لبسك للأسبوع كله وما تخرجش عنهم، لأن وقوفك كل يوم قدام الدولاب محتار بين القميص ده والبنطلون ده لوحده بيستهلك من طاقتك. وعلشان كده هتلاحظ إن في ناس مشهورة جدا بتظهر دايما بنفس التيشيرت أو نفس الستايل. نفس الفكرة في الأكل، يا إما تحدد فطارك وغداك يكونوا ثابتين يوميا، يا إما تخلي لكل يوم وجبة معينة. وكمان مهم جدا إنك تخصص يوم ثابت في الأسبوع للعطلة والراحة. اليوم ده بيعيد بناء طاقتك ويفيدك أكتر بكتير من إنك تفضل تشتغل على طول. تاني حاجة، ما تقاومش. زي ما شفنا في تجربة الفجل والكوكيز، المقاومة المستمرة بتستنزف إرادتك بسرعة. فبدل ما تضيع وقتك وطاقتك في محاولة المقاومة، خلي الموضوع أذكى. تخلص من المحفزات اللي ممكن تسهل عليك الرجوع لعاداتك القديمة. لو الحاجة مش موجودة قدامك، هتوفر على نفسك مجهود كبير جدا. يعني ايه؟ يعني تحدد استجابتك من قبلها. تقول لنفسك لو حصل كده هعمل كده. على سبيل المثال، قبل ما تقول انا هبطل تدخين، قول لو رحت السوبر ماركت وشفت سجاير هشتري مثلا لبان. لما تحدد اختياراتك بالشكل ده وتكون واضحة، عقلك هيبقى مستعد ومش هتدخل في دوامة التردد او المفاجأة. واخيرا يا جماعة، السؤال اللي كل الناس بتسأله، قد ايه الوقت اللي بياخده سلوكنا علشان يتحول لعادة نعملها بسهولة ومن غير مقاومة؟ الكاتب بيقول ان مفيش رقم واحد قاطع، لان الابحاث في الموضوع ده كتير وفيها اختلافات. لكن في دراسة بريطانية بتقول ان المتوسط حوالي 66 يوم علشان السلوك ده يتحول لعادة. بس خد بالك، المدة دي ممكن تطول لو الضغوطات زادت عليك. المهم هنا انك ترفض بنفسك. يعني لو انت بدأت عادة جديدة او حاولت تسيب عادة قديمة وبعد فترة طويلة وقعت ورجعت خطوة لورا، ما تعتبرش نفسك رجعت للصفر. لا، انت بس رجعت كام خطوة. ساعتها ما تيأس وكمل من مكانك. الحقيقة ان بناء العادات، سواء عادة جديدة او التخلص من عادة قديمة، زي اي مهارة تانية محتاج وقت علشان تتقنها. وفي جملة لأحد الصالحين بيقول فيها: لقد كبدت قيام الليل 20 سنة ثم صفى لي 20 سنة. يعني هو قعد 20 سنة كاملة بيجاهد نفسه وبيعاني علشان يخلي قيام الليل عادة سهلة، وبعدها 20 سنة بقت نفسه متقبلها وبيعملها بحب. وطبعا احنا مش بنقول ان كل عادة جديدة محتاجة 20 سنة عشان نبنيها، دي حالة فردية، ويمكن قصده انه وصل فيها للإخلاص او درجة معينة من الصفاء. لكن الشاهد هنا ان بناء العادات مش امر بسيط، ومش بيجي الا بوجود العزيمة والمجاهدة والصبر. ولو بصيت على اي انسان ناجح، سواء رياضي او فنان او اديب او رجل اعمال، هتلاقي ان وراه قصة طويلة من المعاناة والجهد علشان يبني عادة ايجابية او يتخلص من عادة سلبية. لكن العامل المشترك بينهم كلهم انهم بيبذلوا مجهود ضخم جدا لحد ما بيوصلوا. ومن اكتر الاقوال الحكيمة اللي بتلخص الموضوع ده: انما الصبر بالتصبر. يعني ايه؟ يعني مش هتتعلم الصبر غير لما تجبر نفسك عليه وتبالغ في جهدك وتتعمد انك تصبر رغم ان البداية صعبة. ومع الوقت هتلاقي نفسك اتعودت وألفت العادة الجديدة الكويسة وسبت القديمة الوحشة. وساعتها هتكون أسست حياة مختلفة، حياة بتقربك من أهدافك بخطوات ثابتة وصحيحة. قول لي بقى، انت شايف ان قوة الإرادة محدودة ولا لا نهائية؟ اكتب لي في التعليقات، واعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.